السلام عليكم حبيباتي ونوناتي، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وتكونوا بيان وتكونوا ملاح. اليوم فيديو جديدة، غوسات جديدة بنينة هايلة اقتصادية، قهوة العصر. انا هادو اليامات يعني هذه الوصفة هادو مالي بيني راهم ادمان، يعني تنمو بنان هايلين. اني بخاسك راني 2 جور 3 جور نديرهم. نروحوا للوصفة على بركة الله. هنا نديرو 3 مغارف كبار تاع السكر، مغرف كبيره تاع خميره يعني ما تكونش بيان بومبي، وندير معاهم كاس تاع حليب دافي، ونخلط لو تو كامل مع بعض. هنا نضيف حبه بيض ونضيف 2 مغارف كبار تاع زيت. هنا ندير قرصه تاع ملح، وندير مغرف صغيره بيان بومبي تاع لافاني. وهنايا نضيف الفارينه، يعني حتى نتحصل على عجينه يعني تتلاصق في اليد. انا هنا دات لي 2 كيسان ونص تاع فرينه، وانتم عينكم هي ميزانكم. هذا هو القوام تاع العجينه، شوفوا كيفاش تجي شويه تتلاصق في اليد. هكا نعركها شويه واحد 3 دقائق ولا 4. هذه هي العجينه. هنا نضيف لها 50 غرام تاع زبده طريه او مارغرين، ما يعادل مغرف كبيره تاع الزبده. ندخلها مليح يعني في العجينه بهذا الشكل. شوفوا كيفاش جات. نخليها تخمر يعني دوبلي لو فوليوم تاعها ونعاود نرجع لكم. هنايا بعد ما خمرت يعني نهبطها هكا شويه ونشكلها ديبول. شوفوا انا هذو ليبول يعني يعني هذه العجينه دارت لي 9 حبات، يعني 9 ليبول. الى حبيتوهم صغار يعني نقصوا في الكميه، تجيكم حتى واحده 12 ولا 13 حبه. ندير هنا شويه فرينه ونحلها يعني الاوفال بهذا الشكل. هنا سمحوا لي يعني ما فقت في التصوير ولا ما فقت باللي الكاميرا راهي على جهه، يعني ديروها اوفال ولووها، يعني ديروها غولي كيف احنا نقولوا بهذا الشكل. هنا ما يشتبان بزاف مي تقدروا تحكموا كيفاه بهذا الشكل، وغلقوا الاطراف مليح. وحلوا هذاك الغوليت يعني حلوه مليح، يعني طولوا في البوده باش نقدر نشكل زهره.
هذه العملية سهلة جدا. هنا الطريقة راهي سهلة. بهذه الطريقة وغلقوها مليح. شوفوا كيفاش شكلت الحبة تاع ليبيني تاوعي. نكمل كامل لي بول تاوعي ونحطهم في سنيوة ونخليهم يخمروا واحد 20 مينوت ونبدا نقلي. هنا شوفوا بعد ما خمروا لي ندير الزيت تاعي في المقله ونسخنه مليح وبعد نعاود نهفي فيه شويه، يعني النار تكون متوسطه ونبدا نقلي. هنايا الطريقه يعني واحد لاستوس كي تبداو ترفدوا في الحبات تاعكم رفدوهم غير بالعقل باش ما يهبطولكمش الخمور. شوفوا كيفاش جاو يعني محمرين، يعني بالطبع هايلين. هذا هو الشكل النهائي. شوفوا كيفاش جاو يشهوا بزاف هايلين. هنا الاختيار لكم، تحبوا ديروا لهم العسيله من الفوق، تحبوا ديروا لهم شوكولا، يعني الاختيار لكم. انا هنا يعني راح نديرهم غير بالسكر، نرمتهم فيه شويه سكر يعني يفو بالغرض. شوفوا كيفاش جاو فارغين من الداخل وطايبين بزاف هايلين. هذا هما لي بيني تاع الوردة او الزهرة. شوفوا كيفاش جاو يعني خفاف بنان، يعني مع القهوة مع لاتاي، يعني القهوة العصر يجو بزاف خفاف. ولا كما راكم تشوفوا الوصفة اقتصادية وفيت فيت. ان شاء الله تجربوا الوصفة. مع في الاخير نقول لكم جربوا نعاود هذه الوصفة. ما تنسوش تدعموني بالاشتراك بتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد من وصفاتي. على خير.